بره ولا جوه، لا خلاص خلص الموضوع. وفيما يخص الصاله دي قرار الوزير، وهشوف الصالح العام ايه وهيتعمل، ولا حديث غير هذا الحديث. احنا مش هنسمع كلام تاني، ده قرار وزير، ده الموضوع. ولو حصل حاجه تاني احنا قررنا المباشره قويه، فبالتالي ما عندناش غير الصالح العام. والصالح العام، الصالح العام، هتسكت يا استاذ عبد الرحمن بعد اذنك. والصالح العام، الصالح العام هو الاستاد القومي. اللي عنده كلام غير كده يقول. الصالح العام هو الاستاد بورسعيد، واللي خايف على الصالح العام هيقول الاول استاد بورسعيد، خاف على مصلحته الشخصيه هيقول انا عايز كذا، انا هحرق كل واحد. دي تفاصيل محدش عارفها. اللي هيطلع يقول انا فين حاجتي يبقى خايف على مصلحته ومش خايف على مصلحه شعب بورسعيد. فيطلع يقول انا عايز الارض دي او عايز المكان ده او عايز النادي ده او عايز الصاله دي، يطلع كده في الاعلام ويقول. لا، الصالح العام اهل بورسعيد، زي ما سياده النواب موجودين معانا وزي ما سياده النواب مع سياده المحافظ، احنا عايزين نطلع بهذا المكان. ارقامه الاستثماريه كبيره جدا، بس احنا قلنا لا، احنا ورا هذا المكان. عارفين يعني اهالينا وشعب بورسعيد قد ايه بيحب الكوره. انا مش بنفعل، انا بوصل رساله، لان احنا فتره طويله وتصديق فخامه الرئيس ده حاجه كبيره جدا، لازم احنا كمان نكون ملتزمين بهذا التصديق.